السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كما كتشوفوا معايا الاقتراح ديال اليوم بريوش ساهل ماهل، يعني بدون تعقيدات، اقتصادي. الشكل ديالو رائع والمذاق اروع. فنتمنى تبقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال هذا البريوش الرائع اللي في متناول الجميع، مكوناته متواجدة في كل دار. فبسم الله على بركة الله ندوزو لطريقة التحضير. فالمكونات كاملين غادي نذكرهم معكم وانا كنحضر في هذا البريوش. هنايا عندي واحد الاناء ضفت فيه واحد القبيصه ديال الملحه. هنا غادي ندير السكر، يعني السكر الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. انا درت 4 المعالق كبار. تقدروا تزيدوا او تنقصوا، يعني الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. هنا عندي 2 بيضات، درت بيضه كامله وبيضه غادي ندير غير البيض، والصفر غادي نخليه باش غادي نزين البريوش. البيضات بطبيعه الحال يكونوا بدرجه الحراره ديال المطبخ، نخرجوهم بكري من قبل من الثلاجه. هانتوما الصفر غادي نغطي عليه ونخليه حتى نزين به. هنا عندي واحد الكيس ديال سكر الفانيلا، يعني التنسيم كيبقى على اختياري، ديروا قشور البرتقال او الحامض او اللي بغيتو نتوما. انا نكهت بالفاني. صافي كنخدم هاد السكر مع البيض. هنايا عندي كاس ديال الحليب دافي. كما كتعرفوا دابا الجو راه بارد، ضروري نديروا الحليب دافي باش يخمر لينا داك البريوش. صافي وكنخدم هاد المكونات كاملين. هنا درت واحد 4 كاس، يعني في المجموع كاس وربع ديال الحليب. غادي نضيف معلقه كبيره ديال خميره الخبز، خميره حبيبات. انا عندي خميره حبيبات، ضفت معلقه كبيره. صافي وكنخلط باش كتذوب لي داك الخميره مع السكر والبيض والحليب. صافي هنايا غنبدا نضيف في الدقيق. هنا عندي الدقيق راه مغربل، عندي الفرص رطب مغربل، عندي 500 غرام. هاد 500 غرام البنات راها دخلت كامله، يعني 500 غرام كتجي نيشان مع هاد البريوش هذا، او نص كيلو. فكتجي نيشان مع هاد البريوش. انا نخلي هاد المقدار ديال الطحين نخليه كامل. صافي كنبقى كنخلط وانا كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى كيتقال الخليط. من بعد ملي غادي يتقال كنستعمل يدي. فنتمنى هذا البريوش هذا انه يعجبكم وتجربوه، لانه اقتصادي بزاف. كما شفتوا راه ما كاينش الزيت، بريوش بدون زيت، ولكن كيجي اكثر من رائع. هنا عندي ساشي ديال الخميره ديال الحلوى. صافي هنا غنخدم يدي دابا لان الخليط بدا كيتقال. صافي كنبقى نجمع وانا كنزيد الدقيق. يعني تقدروا يكون الدقيق ديالكم كيشرب ويقصح لكم الخليط بزاف، فالدقيق دائما كنضيفوه شويه بشويه حتى يعني حتى النوعيه ديال الطحين كتختلف. صافي هنايا كما شفتوا معايا راه داك 500 غرام دخلت كامله. هنا غادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال الزبده. غادي ندلك بها هاد البريوش هذا، غادي ندلكو بهاد 2 معالق ديال الزبده. كما شفتوا الزيت ما درناهش، فالزبده غادي ندلكو بيها 2 معالق ديال الزبده. يعني والزبده حتى هي تكون، يعني ما نخرجوهاش من الثلاجه ونخدموا بها مباشره، فغادي تعذبنا وغادي تبرد لنا البريوش، ما غاديش يخمر. فالزبده نكونوا مخرجينها من قبل. صافي كنبقى هنايا كندلك في هذا البريوش. تقدروا تدلكوه على سطح العمل او في الاناء اللي غادي تخدموا فيه. المهم ان ديك الزبده تدخل في داك العجينه. بريوش ساهل اقتصادي فوق ما تصوروا، ولكن المذاق ديالو كيجي تبارك الله ما شاء الله، كيجي غزال. فجربوه وتعرفوني على اش كنهضر، لان الصراحه كيستحق تجربه، كيجي زوين بزاف. صافي هنايا درت داك العجين فوق سطح العمل وغندلكها واحد شويه. ضروري ندلكوها واحد شويه. كما شفتوا هنايا العجينه راها شاده راسها، ماشي داك العجينه الخفيفه، العجينه هنايا شاده راسها. صافي هنايا غادي نقسم ديك العجينه على 2. كما شفتوا معايا قسمتها على 2. فهاد النصف هذا الاول غادي نديرو في واحد الاناء بوحدو. الاناء راني دهنته بالزيت. صافي وغادي ندير فيه هذا الجزء الاول ديال العجينه، هانتوما كما كتشوفوا معايا.
وهذا الجزء اللي بقالي فغادي نضيف له الكاكاو. انا هنا راني درت العجينه فوق سطح العمل، ولكن شفت الدنيا تما غترول لي بالكاكاو فرجعتها لهنا لهذا الاناء فاش خدمت. صافي درت ساشي ديال الكاكاو وضفت عليها شويه ديال الحليب، وغادي ندخل هذا الكاكاو في هذه العجينه. انا هنا راه ما كفانيش كيس ديال الكاكاو، زدت كيس واحد اخر، 2 اكياس ديال الكاكاو المر او 2 معالق كبار. كنزيد مازال شويه ديال الحليب باش العجينه ما تقصاحليش بزاف، خصنا العجينه تبقى رطبه بحال الاخرى. صافي هنايا بعد ما دخلت فيها داك الكاكاو غنرجعها لداك الاناء. هانتوما كما شفتوا العجينه راها رطبه ما جارياش وما قاصحاش. صافي هنايا رجعتهم لداك الاناء وغطيتهم ببلاستيك غذائي ودرت عليهم واحد الفوطه وغنخليهم حتى يختمروا. هنايا العجينه هذه راها اختمرت كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالها. كنخلي واحد المده يعني على حسب درجه الحراره اللي عندكم في المطبخ. دابا الجو بارد شويه، خدات لي تقريبا شي 40 دقيقه. صافي هنا كنجيب داك العجينه الاولى البيضه وغادي نطلقها هنايا فوق سطح العمل. كنرش شويه ديال الدقيق باش ما تلصقليش. صافي وكنحاول انني نسرح العجينه على شكل مربع، راه كتسرح معنا بكل سهوله. العجينه رطبه طريه تبارك الله ما شاء الله وخمرات. ضروري نعطيوها وقتها في الخميره، نخليوها تختمر. صافي وكان بغيتو تطلقوها بيديكم ولا تستعنوا بالدلاك يعني لكم اختيار. صافي كنطلق العجينه وانا كنقاد عليه هذاك المول اللي غادي ندير فيه هاد العجينه، يعني كناخذ القياس ديالو، كناخذ القياس ديال المول. انا كنطلق وانا كناخذ القياس ديال المول حتى كنحصل على القياس ديال المول نيشان. صافي بنفس الطريقه العجينه اللي فيها الكاكاو حتى هي رشيت سطح العمل بالدقيق. صافي وغنطلقها حتى هي على شكل مربع. يعني هذا البريوش هذا ساهل بسيط البنات وكيوجد معانا يعني في وقت قصير وكيجي زوين بزاف صراحه. الله الشكل ديالو ولا المذاق كيحمق والشكل ديالو يعني كيجي عاطي للعين. صافي هنايا بعد ما طلقت ديك العجينه اللي فيها الكاكاو هزيتها وحطيتها فوق الاخرى فوق العجينه البيضاء، وكنحاول نقاددها باش تجينا مقاده ويجيو قد قد. صافي هنا وغنعاود نبقى نسرح فيها. سرحوا بيديكم ولا بالدله كما قلت لكم. صافي حتى غنحصل على القياس ديال المول. صافي هنايا بواحد الجراره او موس او يعني قطعه البيتزا اللي عندكم كندير واحد الاشريطه. هانتوما كما كتشوفوا معايا يعني الشرح راه واضح بلا ما نكثر الهضره. صافي هنايا درت اشريطه، دوك الاشريطه غنقلوبيهم بهذا الشكل هذا، غنبرومهم بهذا الشكل كما كتشوفوا. كيعطيونا واحد المنظر زوين، كيجي البريوش الشكل ديالو زوين تبارك الله. صافي هنايا كنبرمهم هكا كاملين كما شفتوا معايا. صافي وغنجي هنايا للطرف وغادي نبدا نلف هاد العجينه. هانتوما كما كتشوفوا صافي كنبدا نلفها بهذا الشكل هذا وكنقاد عاوتاني الجوانب الا كانت العجينه يعني زلقات على اختها فكنقادوها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي كنكون موجده المول سواء غتكونوا دهنتوه او فرشتوه بورق الطبخ كيكون واجد. صافي وانا كنقادد في هذا البريوش كما كتشوفوا كنحاول نلف دوك الشرائط باش يجي الشكل ديالو زوين. كما كتعرفوا كما كنقولوا دائما حنا المغاربه كتاكل الكرش كتاكل العين قبل الكرش. صافي انا عندي هنا هذا المول هذا انا فرشته بهذا الورق اللي كيدخل الفرن. صافي وكنقاد فيه هذا البريوش هذا كنقادو باش كيجينا مقاد. صافي هنايا وغادي نعاود نغطيه بك البلاستيك وغادي ندير عليه واحد الفوطه ونخليه عاوتاني يختمر المره الثانيه. يختمر مزيان، نخليوه يختمر ياخذ وقته في الاختمار البنات ما تزربوش عليه.
صافي هنايا كما شفتوا راه ضاعف الحجم ديالو، اختمر. هنا الفران راه عندي شاعل، كنشعل الفران على اعلى درجه، كنخليه يسخن مزيان. فاش ندخل البريوش غادي ننقص الفران، يعني بحال كنطيبوا الكيك، غادي نقصوا له مزيان ونحطوا البريوش الفوق والنار تحت منه. هو البنات راه ما هبطوش انا لتحت نهائيا، يعني الحراره ديال الفران دارت عليه وتحمر يعني من الفوق ومن التحت. فاش حليت الفران لقيته هو تحمر من الاسفل ومن الاعلى بلا ما هبطته من التحت، يعني ديك الحراره ديال الفران دارت عليه. صافي هنا كندهنلو الوجه ديالو مزيان بهذا الصفر ديال البيض مع شويه الحليب وقطرات ديال الخل. كنحاول انني ندهنو مزيان، يعني ما نخلي حتى شي بلاصه. كما قلت لكم الفران يكون سخون. فاش ندخلوا البريوش ديالنا كنقصوا الفران وكنخليو البريوش كيطيب على خاطرو، راه تبارك الله ما شاء الله كيطلع كيتنفخ وكيتضاعف الحجم ديالو، كيجي صراحه فن، كيجي رائع. صافي هنايا غادي ندخلوا الفران ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل ديالو بعد ما نخرجوه. صافي هنايا البريوش ديالي راني خرجته من الفران، راه برد واحد شويه، غير واحد شويه ماشي بزاف، خليته برد غير واحد شويه. صافي كنحيدو من المول، كنحيد له هذا الورق، راه كيتحيد بكل سهوله، ما كيلصق حتى شي حاجه. شوفوا تبارك الله الحجم ديال البريوش قداش جا تبارك الله الحجم ديالو طالع والشكل ديالو غزال، يعني ما يحتاج لا نزينو لا حتى شي حاجه، هو راه مزين راسو براسو ومحمر وطايب ورطب تبارك الله ما شاء الله. جا غزال، جا مفشفش من الداخل، جا مهوي بحال القطن، يعني تحلفوا عليه كيك ماشي بريوش. شوفوا تبارك الله الحجم ديالو انا عجبني بزاف. هذا البريوش هذا حمقني وحتى ولادي عجبهم صراحه الله، جا رائع، بريوش بدون زيت وجا قمه في الروعه، جا غزال كيستحق انكم تجربوه. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه بطريقه اختكم حسناء. وما تبخلوش عليا بلي لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم وفي المنتديات فضلا وليس امر. هنايا غادي نقطعو معكم، وخا هو راه مازال سخون، هو خصنا نقطعوه صراحه حتى يبرد، يعني نخليوه حتى يبرد تماما. من الاحسن الا بات ليله كامله وعاد نقطعوه فيكون احسن. شوفوا تبارك الله كيفاش جا من الداخل، جا مزيان راسو براسو مفشفش رطب غزال، كيستحق انكم تجربوه. فكنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، وتبقاو على خير، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع الف سلامه.